تعالوا اوريكم اللعبه دي بشكل سريع جدا جدا. بصوا ده بوكس كده خشبي اهو، وعليه الرسومات اللطيفه دي، هي نفس الفكره اللي هنا في الرسمه دي. تعالوا بصوا كده سريعا، الوانها مبهره جدا. لو بصينا هنا هنلاقي 3 اعواد خشبيه، او مش اعواد، 3 الواح خشبيه، كل لوح خشبي عليه شكل. طيب معانا هنا دول بص عاملين كده زي بتوع الدرامز. اوكي طيب عندنا طبعا 4 كمان، مش 3 اهو. عندنا هنا الاشكال المختلفه دي، يعني شكل المكعب، الشكل الاسطواني ده، وعندنا الوان مختلفه يعني اكتر من لون. مطلوب من الطفل ان احنا هنوريه الشكل ده ويبدا يطبقه او يعمل زيه باستخدام كده. يعني مثلا لو بدانا نعمل ده، هنبدا نمسك ده ونبص، خلي الطفل يبص بعينيه كويس، ويبدا يبص على الحلقه الحمراء مثلا اهي كده. شايفين بقى فكره التدكيك دي؟ الطفل بيشغل ايديه او بيشتغل على الحركات الدقيقه، وبيبص وبيعمل تآزر بصري حركه، ويبص على اللون، وممكن هو بيحط الحلقه دي الاسطوانيه الحمراء يقول احمر. عندنا هنا مثلا المكعب الاخضر اهو، اوكي، الشكل الاسطواني الاحمر اهو، وبعدين الحلقه البيضاء، الحلقه الصفراء، المكعب الازرق، الشكل الاسطواني الاخضر، الحلقه الصفراء. ده ترتيب الشكل اللي موجود في العود ده اهو. المفروض ان الطفل بيبص كويس ويبدا يطابق. طيب الفكره لطيفه، لطيفه جدا. ممكن تشتروا اللعبه دي للاطفال، تشتغل على تنميه الحركات الدقيقه، او تشتغل على تقويه عضلات الايدين كمهارات ما قبل الكتابه، تشتغل على الالوان، تشتغل على الاشكال الهندسيه، كل دي من لعبه زي دي. اشوفكم في لعبه تانية. باي.